المكان هو في أشهر ساحات فيرنسي، بالاتسو فيكيو، واحد من أهم المعالم الإيطالية في التاريخ. في الداخل يتوافد نجوم يمكن أن نطلق عليهم صفة الأساطير، لكن عندما يصل هو كل الأضواء تتحول إليه. لا يسرقها بالتأكيد، هي تعشقه كثيرا. في إيطاليا هو دييغو بكل بساطة، هو الكالتشو كما يحلو لجمهور نابولي أن يطلق عليه. هو عندما وصل الدور إليه في التكريم وكان مسك الختام، تسمرت الأنظار على الشاشة التي تعرض لقطات له، وكان ملفتا تفاعله مع مالديني بعد هدف سجله في مرمى ميلان مع باولو مدافعا وقتها. مارادونا يصنع الحدث، وجوده أساسا هو الخبر، أو بالأحرى المبتدأ والخبر معا. هكذا كان في حفل الاتحاد الإيطالي السادس لتكريم المشاهير، حفل حمل فيه مارادونا كرته الخاصة عن تكريمه عام 2014، ومعه تم تكريم رانييري عن إنجازه مع ليستر، بيرغومي عن مسيرته، فالكاو كلاعب أجنبي لعب في الكالتشو، باولو روسي بتكريم خاص، إضافة إلى الراحلين تشيزاري مالديني وليدولم والحكم السابق كامباناتي، ونجمة منتخب إيطاليا للسيدات جابياديني شقيقة مانولو لاعب نابولي بالمناسبة. فيما لم يستطع الحضور سيلفيو بيرلوسكوني الذي كان من المكرمين على مسيرته في رئاسة ميلان. ليس سهلا إيجاد الكلمات المناسبة لوصف هؤلاء النجوم. هم ببساطة أساطير صنعت تاريخا كبيرا من كرة القدم الإيطالية والعالمية. من بالاتسو فيكيو في مدينة فيرنسي، حسين ياسين، بين سبورتس.